تعال نرسم مشهد بسيط. تخيل جسمك كأنك مدينة كبيرة فيها شوارع هي الأوعية الدموية، فيها مصانع هي الكبد والمعدة، وفيها صرف صحي هو القولون. وكل يوم بتفتح باب المدينة وتدخل عربيات التغذية. في عربيات محملة بالخيرات زي الخضار والفواكه والبروتينات النظيفة، وفي عربيات تانية محملة بسموم، سكر أبيض، نشويات مكررة، أكل مقلي في زيت محروق، وكيماويات بنشوفها مش مفهومة، وسموم كتيرة ومعادن ثقيلة مش لطيفة. اللي بيحصل دلوقتي إن العربيات الوحشة دي داخلة كتير، والمصانع ما بقتش تقدر تفرز حاجات كتيرة علشان تغذي المشوار اللي ماشي فيها محتويات التغذية، والصرف الصحي اتسد. بدأت الزحمة، بدأت الشكاوي: قولون، صداع، كسل، حساسية، تعب مزمن، وممكن أمراض مناعية، وسمنة من غير تفسير. وده مجرد مش كلام تنظيري، ده فيه خلل في الأخلاط واختلال الجسم بالكامل. كل خلط من الأخلاط الأربعة، الدم والبلغم والصفراء والسوداء زي الأنهار، ليه وظيفة وداخل جوه الجسم. وده أساسيات وقواعد من زمان الحكماء قالوها. ولما الأكل بيجي مش مناسب، أو بيجي فوق طاقة الجسم، أو بيجي في وقت غلط، الخلط بيزيد، بيحصل ركود ويتخزن، وساعتها المريض ما بيبقاش معاه بس ميكروب وخلاص، ده ممكن معاه خلل كامل في مزاج للسموم. السكر الأبيض ده عبارة عن حرقان بنزين بيغلي جامد جوه الجسم، بس مش بيغلي كده وخلاص، بيزود طاقة الركود بتاعة الجسم، بيزود طاقة البلغم، بيخلي الجسم مهيأ للأمراض. النشويات تعتبر وقود للركود والكسل، خصوصا لما تتاكل بالليل. والمقليات بتصنع خلط سوداوي وتسد مجاري الطاقة. والأكل السريع والوجبات السريعة بتقفل مسارات الهضم، وبتخلي الجسم مليان سموم مزمنة. عارف البلغم اللي بيظهر في صدرك أو حلقك؟ ده مش مجرد مخاط، ده مرآة لأكلك، نومك، غضبك، قلقك، وبرودتك الداخلية. البلغم في الأخلاق مش بس مادة، ده نمط حياة. فبص كده على الأجسام في الأيام الحالية، هتلاقي إن هي شكلها طبيعي لكن تعبانة من جوه وبتعاني بشكل كتير. ناس نايمة على مرض وهي مش عارفة. والمفاتيح بسيطة جدا: تغذية على قد مزاجك وعلى قد خلطك، حركة وتدفئة يومية، تنظيف داخلي مستمر، وبتعمل ديتوكس بشكل كويس. وعايزك تفكر، انت بتاكل علشان تعيش ولا عايش علشان تاكل؟ كل اللي نفسك فيه مش شرط يكون صحي، ولكن لازم تكون عندك إرادة وعزيمة. لأن الفرق بين ده وده، اللي انت هتعيش بصحة ولا هتعيش تطفي نار الخلط طول عمرك وبتأذي نفسك. ابدأ دلوقتي، خفف السكر، قلل النشويات المكررة، ابعد عن المقليات، حافظ على فطور صحي وعشاء بدري وغدا متوازن، وسيب الباقي على جسمك، لأنه أذكى مخلوق خلقه ربنا. وجسمك هيشكرك مش بكلمة، لكن براحة البال وصفاء الجلد وخفة الحركة ونوم هادئ وصباح من غير وجع. ودي فلسفة وخلاصة كلام كتير جدا من آلاف السنين من حكمة القدماء اللي كانوا عايشينها فعلا، مش مجرد إن هي موجودة.